ونحن بدنا نروح لجمهورية مصر العربية ونقول مساء الخير وأهلا وسهلا بالكاتب الروائي والناقد المسرحي إبراهيم جد الله. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. يا ميت هلا فيكم وفي كل إذاعتكم ومستمعينكم وكل أحباء فلسطين وأهل فلسطين الأعزاء. شكرا كثير. الكاتب والروائي والناقد المسرحي إبراهيم جد الله هو عضو اتحاد كتاب مصر واتحاد المسرحيين العرب، وعضو كمان شرف بعد المنظمات الثقافية والفنية العربية، رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الأدباء اليمنيين، اتحاد كتاب المغرب، كمان مشارك بفعالية في معظم المهرجانات المسرحية العربية، ومهرجان بغداد ومهرجان دمشق ومهرجان جرش للفنون ومهرجان جمعية الخشب بمكناس المغرب والملتقى الفني بوهران الجزائر، ومشاريع وكمان بفعاليات المجلس الأعلى للثقافة العربية. وحضرتك من يلي كتبوا أهم كتابين الثابت والمتجول، ويدرس اليوم بجامعات مختلفة، والمسرح العربي والتحدي الحضاري. انا كتبي حاطه نقطه مش عارفه ليه. والتحدي الحضاري واليوم يدرسوا بجامعات مختلفه من انحاء العالم العربي، مظبوط؟ يعني وعندك كمان اهتمامات كتير ببغداد، بالمغرب، بتونس. قديش لك اهتمامات كمان بالقضية الفلسطينية، زي ما إلك اهتمامات قضايا العالم العربي، وخاصة العالم العربي اللي قامت فيه الثورة؟ أولا أشكرك ست تغريد لإتاحة الفرصة إني أطل مش للمرة الأولى على الأشقاء في فلسطين، من البحر إلى النهر، من خان يونس المتاخمة للحدود المصرية حتى حيفا المدينة التي تقع في القلب دائما، والجليل الأعلى بسحره حتى الناصرة والقدس العظيمة ورام الله وقضاءها ونابلس وعكا وحيفا واللد وكل المدن الفلسطينية الواقعة منها تحت الاحتلال أو ما زالت مغتصبة، ولكل أهلنا في فلسطين في الشتات وفي داخل الخط الأخضر وفي الوطن. أنا سعيد جدا أنك أتحت لي هذه الفرصة، وتعداد النقاط اللي حضرتك عدتيها هي ترمز لحقيقة وكينونة واحدة، أن هذا المواطن العربي، أنا أحب الصفات اللي أحب أن يطلقها علي أحد، المواطن العربي إبراهيم جد الله، لأن أنا عبارة عن كيان عربي مؤمن بعروبتي وبقوميتي العربية. فكل هذه المدن هي التي ذكرتيها هي مرادف للمدينة التي ولدت فيها. كل المدن العربية عندي، سواء من مكناس في المغرب حتى تطوان تطوان، حتى بنزرت، حتى رام الله، حتى بيروت، حتى بغداد التي قدمت منها أخيرا، حتى صنعاء في اليمن، ومدغشقر والخرطوم وواد مدني في السودان. كل المدن العربية عندي هي تناظر مدينتي التي سقطت فيها رأسي وولدت فيها وازدرت فيها كما يقال بالمغاربة. فهذا، وأنا أعتقد أنني لست بحالة غريبة ولا حالة شاذة ولا حالة تدعو للعجب. أعتقد أن هذا نزوع عربي كامل لا يغيب أبدا مهما غيبته الظروف والوقائع والأحداث. نعم. الكاتب والناقد المسرحي إبراهيم جد الله، احنا اليوم أكثر رح نحكي معك كناقد مسرحي. حضرتك عضو الهيئة الاستشارية العليا لمؤسسة عرار للشعر والثقافة والأدب العربية لإثارة الثقافة الإلكترونية واقتراح
واقتراح الاستراتيجيات العربية بشأن تطوير والحفاظ على الموروث الثقافي والشعر العربي. يعني وكم تفتحوا كمان مساحات جديدة للتعبير الخلاق أمام الشباب. اليوم طيب أنا بس بقى عايز أستوقفك تغريد أختي العزيزة بس عند الحقيقة التكليف بتاع مؤسسة عرار في الأردن، أنا قبلت التكليف واعتبرته تشريف، هذا شرف كبير، إنما أنا لازلت لحد هذه اللحظة لم أفعل دوري ولم أقم بدور يبتغوه ويريدونه مني حتى هذه اللحظة. فقد جاء تكليفهم لي أو تشريفهم بانتمائي وانتسابي إليهم لأكون أحد الروافد التي ترفض عمل هذه المؤسسة الإعلامية والأدبية والفنية. جاء مواتيا لبعض الحراك الذي أقوم به في الحركة السياسية والأدبية والنضالية بعد 25 يناير سنة 2011 في مصر والتحولات العميقة والكثيرة والمتسارعة والمتلاحقة. فأنا للأسف وأعترف أمتلك شجاعة الاعتراف أني لحد هذه اللحظة لم أكن فاعلا وما زلت غير فاعل في هذه المؤسسة التي أضع تشريفها لي بانتمائي إليها فوق رأسي. أتمنى أن تتاح لي الفرصة قريبا أن أعطيهم ما أستطيع وأن أحقق لهم بعض ما يأملونه مني. أما مؤسسة عرار فكما أتابعها بناء على التوصية بانتسابي إليهم، فهي مؤسسة بجهود خيرة من بعض المثقفين الأردنيين بحكم انتمائي لفترة هامة في حياتي إلى الحركة الثقافية في الأردن بعد خروجي من مصر إليها في أواخر سبعينات القرن الماضي. فأنا أكن للأردن ومثقفيها وللحركة الأدبية فيها اللي كانت بتجمع شقي العمل الأدبي والنضالي والسياسي الفلسطيني الأردني الذي لا فرق بينهما بالمرة. ومن خلال هذه الفترة في نهاية السبعينات تشكل وعي القوم العروبي وازداد صلابة من خلال الإخوة الأردنيين والإخوة الفلسطينيين الذين التقيت بهم. أعود لمسألة مؤسسة عرار، أنا الحقيقة بتابع أعمالها وأشعر بالأسى إن أنا مانيش قادر في هذه الفترة أن أكون كما أرادوا مني. أما بالنسبة للفعاليات العربية الثانية فحدثي عنها ولا حرج الحمد لله. وأنت ذكرتيني وأثرت شجوني في حين قمت بإعداد بعض الفعاليات العربية التي شاركت فيها، التي فقدت كل هذه الفعاليات حاليا في السنوات الأخيرة بريقها ووجودها وحضورها، والذي أعاد البهجة لي منذ شهور حين كنت ضيفا في بغداد التي أهبها عمري مشاركا باحثا في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة الذي أقامته وزارة الثقافة ورئيسا لإحدى جلساته المؤتمر، والذي سأعود إليه الشهر القادم إن شاء الله مرة أخرى مشاركا ورئيسا لإحدى جلسات المؤتمر. يعني اسم الله، يعني إذا بنكمل نقرأ ما بنخلص على قد ما حضرتك نشيط. عندك الوقت الكافي تقوم بواجبك لكل مؤسسة مشرف عليها أو عضو فيها أو نشيط فيها؟ خبرني. شوفي يا تغريد يا أختي العزيزة، العمل اللي ترغبيه الإنسان طاقة هائلة. يعني أنا بيولوجيا بشتغل 20 ساعة في اليوم، وانا لو عملت حد بس يكون عنده رغبة او من اللي يمتلكوا القدرات العقلية الرياضية ويجي احكي له حكايتي ويعمل لي حسابات الزمن كده بتمثيل بياني علمي احصائي، هيلاقي مثلا اكثر من 40% من عمري اللي هو ال 62 سنة قضيته في الترحال، واكثر من 80% من عمري قضيته على المكتب وفي الكتب، لأن الكتاب والمعرفة هي رفيقي، وأنا كل يوم ونهم للمعرفة، ولا أمتهن مهنة غير هذا،
وهذه المهنة التي أمتهنها هي مهنة المعرفة والحصول عليها والحقيقة والبحث عنها والفن وتأكيد ذاتي منه والرواية وتواجدي كنموذج إنساني يعبر عن إنسانيته وإنسانية ناسه وأهله وطنه الكبير. كل هذه أشياء أنا لا أمتهن غيرها. أنا خلقت لأكتب ولأحاول المعرفة. فأنا أعتقد الإنسان لو عنده إرادة يصنع كل شيء. لو نظر إلى عامل الزمن وكيف سأفعل كذا وكيف سأفعل، وجلس يفكر ويتأمل ماذا سأفعل كذا بعد غد، ماذا سأفعل كذا، لن يفعل شيئا. ما هو متاح أمامي أفعله فورا وبتركيز شديد وإخلاص له، برغم ضغوط الزمن القاتلة والمعاناة الإنسانية. أنا كبشر عندي متاعب الإنسانية في بيتي، في أسرتي، مع بناتي، مع أولادي، مع أحفادي، ورغم ذلك هذا هو قيمة الكاتب أو المثقف الحقيقي، أن يكون كل هذه الأشياء، كل هذه الحياة بأحزانها، بضغوطها، بأفراحها، بإلحاحها، بطموحها. نعم. حضرتك كناقد مسرحي كيف بتشوف المسرح اليوم؟ أنت تسألني تقولي كيف تشوف الحياة اليوم، لأن المسرح يا تغريد هو مرادف للحياة. مظبوط. بس كناقد كيف ممكن هيك تعطينا هيك انا اعطي صورة. مسألة بديهية تماما، مسألة بديهية ولا تحتاج الى تنظير كبير. المسرح شأنه شأن اي نتاج انساني. الصناعة نتاج انساني، الادب نتاج انساني، الفن نتاج انساني، الابتكارات والاختراعات والنزوع الإنسانية، السلوك الإنساني نتاج إنساني. في ظل التحولات والاهتراءات والسقوط الحضاري والمحن اللي بتجتاز بها أي أمة، فلا بد أن ينعكس هذا على كل مناحي الحياة بما فيها المسرح. لو حبينا نشوف نطل، وأنا ابن هذه الفترة، فترة الستينات في مصر وفترة الستينات في الوطن العربي التي كانت تشهد نهوضا موازيا القومية العربية في كل أرجاء الوطن العربي. كان الوطن العربي كله مشتعل بالنهضة، بالتوق إلى الغد، بالبحث عن فكرة، بالبحث عن طريق للمستقبل. كان الوطن العربي برغم أن الدول معظمها كانت دول طالعة إلى الاستقلال من جديد، إن كان المناخ العام عربيا كانت حتى القضية الفلسطينية لا زخمها في الوجدان والوعي واليقين العربي. في ضمن هذا الزمن الساقط، رغم حالات البشائر اللي أتت للواقع العربي بعد ثورات الربيع العربي، لكن الواقع متردي بحكم أشياء كبيرة، هيمنة الإمبريالية الأمريكية، عودة المد الديني الأصولي السلفي الصحراوي من جديد، سطوة الصهيونية العالمية، الانكسار الحاد في القيم المجتمعية والمستوى المعيشي والاقتصادي للفرد العربي. فده كله هينعكس على عطائه الإنتاجي، عطائه الإنساني، عطائه الفني، والمسرح أحد هذه الفنون أو أبو هذه الفنون. فلا بد أن يتأثر عكسا بالحالة العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع. كما قارنت، والمقارنة قد تكون ظالمة، هناك محاولات الآن دافعها هو أن يتوازى الفعل المسرحي والفعل الفني مع الحركة الجديدة للكائن العربي. نجد عندنا حالات مسرحية ولكن ليس بهذه الضخامة التي نستطيع نحن كراصدين وباحثين مسرحيين أن نقول أن هناك اتجاهات تنمو الآن أو تغرس الآن قد تنتج بعد 2-3 حالة أو ظاهرة مسرحية. قبل ذلك في الستينات والسبعينات كنا نرى تباشير. نعم. في الستينات والسبعينات كنا نرى بعض تباشير بعض الحركات ونستطيع أن ننظر لها أنها ستكون صاحبة اتجاه وصاحبة اتجاه زي الاحتفالية وزي مسرح التجريب وهكذا. أما الآن فهي كلها عن حالات لحظية
العربية تعبر عن الحراك اليومي المتقلب والمتسارع والمنقلب. لكن انا واحد من اكبر المتفائلين العرب، اثق ان البطن العربية ممتلئة بالمبدعين، الطاقات الابداعية الخلاقة في كافة مناحي الحياة الانسانية. وحينما تتكشف الحقيقة وينقشع هذا الزيف المتسربل برداء الدين، ستكون للفنون طفرة كبيرة ان شاء الله. نعم، يعني حضرتك شاهد على عدة مراحل مرقت فيها مصر من فترة السادات لحسني مبارك وبعديها الثورة. كيف بتشوف هيك قراءة عامة عما يحدث اليوم بالعالم العربي والثورة يلي تسمى بما تسمى بالربيع العربي؟ أنا أحكي لك موقف بسيط ودال في نفس الوقت يؤكد الحالة اللي أنا أولا من جيل لست من صناع هذه الثورة. نعم. أنا لم أفعل فيها أي شيء، وهحكي لك الموقف البسيط ده ليؤكد صدق كلامي. نعم. أنا واقف قدام بيتي أثناء الحراك التونسي في ثورة تونس. نعم. فيسألني أخو زوجتي: نعم. يا أبو ماجد، هل تتخيل أن نفعل نحن المصريون كما يفعل التوانسة؟ قلت له: ولا بعد 100 سنة. ليش؟ لماذا؟ ليش كان عندك هالنظرة السوداوية؟ ليش؟ لأن أنا كنت عندي معرفة بالحالة العقلية النفسية الثقافية السياسية في تونس، وأنا من المقربين جدا للحالة التونسية بحكم عملي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. نعم، لأنه حضرتك بتقول إنه بتونس يلي قاموا بالثورة هم المفكرين والمثقفين، وإنما بمصر لا مش اللي قاموا فيها. برضو أنا لسه جاي من النقطة اللي بدي أركز عليها، أن الوجدان التونسي أكثر ثقافة وتعاطي وفهم سياسي غير المجتمع المصري. الإنسان العادي في مصر اتفرض عليه 40 سنة من أيام السادات وحسني مبارك من الاستلام للوعي والتسطيح وتصدير ثقافة الخوف والتعليم المتماهي المائع الصدع اللي يغيب الشخصية المصرية اللي هي من أعقد الشخصيات في التاريخ الإنساني. شخصية مقاومة، شخصية صبورة، شخصية مختبئة تحت آلاف الرموز. كنا احنا جيل السبعينات، جيلي اللي قاد التظاهرات طوال أنور السادات وجاء أصابه الإحباط رغم المعارك اللي دخلناها أيام حسني مبارك. كنا نرى الشارع يغير، يبعد، تتمحي ذاكرته، يتمسك من خلال أجهزة الإعلام والإعلام الديني المشوه لقيم الحق والخير والجمال، قيم الإعلام الديني المشوه لنزوع الإنسان نحو التحرر والمقاومة. فأصبح البني آدم المصري عبارة عن مسخ إنساني. فلم أكن أتخيل أبدا أن يقوم الشعب المصري بثورة توازي ثورة التوانسة المتاح لهم بحكم ثقافتهم المرتبطة بالثقافة في فرنسا وفي أسبانيا وغيرها، ورغم سطوة الحاكم السيء في تونس اللي هو بن علي، لكن الشعب التونسي والجو التونسي كان أكثر ثراء من الجو المصري. نعم. المفاجأة ان الجيل الذي كنا نخشاه ونخاف منه ونقول انه ضحيتنا نحن المثقفين والسياسيين، اللي هو الجيل الشاب اللي احنا ما رعاناهوش وما قدمنالوش اي حاجة، وان هو ضحية هذا النظام، نفاجأ ان هذا الجيل الشاب كان يستوعب تاريخنا وكان يستوعب تصرفاتنا ووقفاتنا البطولية في السبعينات والثمانينات، ونضج على نار هادئة وقرر ان يقوم والا يعود، وفعلها الشباب المصري واخجلنا فاضطررنا ان نكون الصف الثاني خلفه داعما وليس مشاركا. نعم، يعني هل كانت الحكومات العربية مدعومة لدرجة انها كانت قادرة تسيطر بيد من حديد وما كان قادر الشعب يقف ويثور ويقول انا ما بدي؟
ايوه طبيعي. انت قلت، انت اشرت على حقيقة مرة جدا. ده اللي يصيغها في كده: من يمتلك قوته يمتلك قراره. والمثل البذيء اللي كانوا يقولوه: جوع كلبك يتبعك، جوع محكومك يتبعك. فكانوا يتبعون الجماهير بالتجويع والامل الزائف، يصدرون الازمات ويعدونهم بالامل الزائف، تنتظر الجماهير عسى ان يتحقق خطة من خططهم. ولكن كل الانظمة العربية، هذه الانظمة التي ارتهنت كرامتها وليس كرامة شعوبها، كرامتها هي، كل الانظمة العربية التي نفقت والتي هلكت والتي ذهبت الى الجحيم والذين هم على اعتاب الانتظار للجحيم والباقون المرتقبون، كل الانظمة العربية كانت قد باعت ضمائرها وارتهنت شرفها من اجل ان يبقوا في الحكم. يدعون القومية وهم يتعاملون مع الاسرائيليين، يدعون التحرر والاستقلالية وهم يأخذون قراراتهم من البيت الابيض. انا صديقي واستاذي ومعلمي وملهمي الكبير احمد بن بلة في كتاب جميل له، القائد التاريخي، وهو بالمناسبة يفخر دائما ان يقول انه ناصري، كان يقول احمد بن بلة رئيس الجزائر، كان يقول ان يعني احنا عندنا ثروات بترولية، اذا كانوا بيقولوا ان العصر وعصر البترول فنحن الوحيدين العرب الذين نمتلك قدرات البترول والامة الاسلامية، يعني حتى الدولة الوحيدة الموجودة في افريقيا التي تمتلك اكبر مخزون من البترول هي نيجيريا، والدولة الوحيدة التي تمتلك اكبر مخزون من البترول في اسيا هي ايران. فلماذا نحن مرتهنون ومتخلفون؟ ستزول الطاقة البترولية ويأتي الشمس. من عجائب الكون ان كل الطاقات الشمسية مسلطة على المنطقة العربية والمنطقة الاسلامية، فلماذا نحن خائفون ومرتهنون؟ حلو. نعلق اخطائنا ونعلق خذلاننا دائما على شماعة اللوب الصهيوني والضغوط الامريكية. الارصدة العربية كفيلة لوحدها ان تصنع اكبر لوب في التاريخ الانساني. نعم. حاكم سعودي يشتري قرية للملاهي وقرى اطفال دمشق تهلك من الجوع. حاكم سعودي ينفق في ليلة واحدة في شارع من شارع الملاهي في البيكاديلي وغيرها او اميرة سعودية ملايين الدولارات ما فساتين السهرة، وهناك عرايا في جيبوتي وفي السودان بالشهور لا يجدون ما يكسون به اجسادهم العارية. هل تتخيلي ان تنهض هذه الامة الا بهز كيانها الاساسي؟ وفي المقابل كانوا يقبضون على لان انت تخدر الفقير بايه؟ انت لك الجنة، ان الفقير هو حبيب الله، اصبر وستنال الجنة، وهم يتلذذون بمباهج الدنيا. نعم. يعني حضرتك بعرف انه جاي على البلاد، صحيح؟ جاي على البلاد. دي حلم بقالي سنتين بفكر فيه بعد ما جامعة الدول العربية تخلت عن الانفاق على رحلتي. يا عزيزتي انا عندي داتا، وانا برضو هرجع لاول كلام انت قلتيه وسألته لي. انا جاي على البلاد ليه؟ ايوه ليه؟ الحركة المسرحية الغلبانة الفقيرة في الجليل وفي الناصرة، حيفا وعكا ويافا والبذخ الهائل، مسرح الميادين اللي في رام الله والمسرح الاحتفالي واشكال التمسرح الجميلة جدا، والجنود المجهولين والمجهولات في حركة الفن في المسرح الذين يقدمون مسرحا عربيا خالص، الهوية والتركيب والإمكانيات والأدوات، ولا أحد في الوطن العربي يعرف عنهم شيئا. فأنا اعتمدت قضيتي كباحث مسرحي أن أبحث في تكوينات
مكونات هذه الفرق وهذه الفعاليات وهذه التظاهرات المسرحية بكافة اشكالها، حتى لو التمسرح الراقص، حتى لو الفن الراقص من خلال العروض زي فرقة سلمى مثلا في حيفا اللي بتديرها الست في ريال خشيبون وغيرها ومؤسسة يعقوب حجازي في عكا، وكافة المسارح اللي موجودة في الميادين، واخواننا كامل الباشا يعني فعامل داتا كبيرة وعامل دراسات منهجية في بعض، انما هذا لا يتم يكتمل طموحي بان اقدم للقارئ والوجدان العربي حقيقة هذا المسرح وعروبية انتاجه الا اذا اقمت لفترة طويلة في البلاد برغم المحاذير وبرغم الضغوط. انا كعربي قومي متوجه واود ان اتوجه الى هذه الاراضي الواقعة تحت الاحتلال برغم من محاولات التشويه بمعنى التطبيع وما التطبيع وهكذا. ورغم ذلك الجامعة العربية وقفت ورجعت سحبت ورغم ان انا بلاقي مناشدات كثيرة من الرفاق والاصدقاء لا تذهب سيشوه تاريخك، انا لا اعتني هذا وببحث عن حد او مؤسسة جالي اكثر من عرض في انها تساعدني في ان انا ارجع للبلاد، اجي البلاد على اساس ان انا اقيم فترة طويلة اقابل المخرجين والمؤلفين انا بجمع نصوص، بس انا محتاج المشاهدة، محتاج اشوف الادوات والتقنيات اللي بيشتغلوا بيها عشان اعمل دراسة جهد اضيفه لرصيدي ولرصيد العربي وقناعاتي ان انا بقدم وجه مسرحي عربي قبل ان امضي من هذه الدنيا. وان شاء الله في فرصة ستتاح قريبا في الذهاب الى رام الله من خلال ملتقى اسمه ملتقى المثقفين والاعلاميين العرب هترعاه وزارة الثقافة في رام الله، وحيشارك فيه بعض الاخوة الخارجيين القوميين وتقوم عليه الصديقة العزيزة صديقة العمر الدكتورة فاطمة القاسم المقيمة في رام الله. اتمنى بس ربنا يوفقنا وان يتحقق الامل ده وننجز المؤتمر ده، ومن خلاله لما اكون في رام الله هنبحث كل هذه الاشياء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فاذا نحن في انتظار مشوارك لهون ونتمنى لك كل التوفيق. ويعني في كتير كنا اشياء كتيرة كان ممكن انه نحكي فيها، بس انا كتير كنت حابة انه نحكي عن النقد المسرحي اليوم، ناخد اتجاه واحد بس برضو مع كله هيدا حضرتك يخزي العين اشملت تقريبا هيك، عملت زي راوند اب مع بين كل يلي عم بيصير هلا على الارض. يسلم كل من ذوقك ستك كل انتي. انا اسمعي، انا اجمل حالاتي حينما اكون في المناخ الفلسطيني. نعم. ازداد زهوا وازداد تألقا وابكي كثيرا حينما اكون في حضرة الفلسطيني، في حضرة الحالة الفلسطينية، واتمنى ان لا ينقضي عمري قبل ان اضع جبهتي على ارض فلسطين في عكا وحيفا والناصرة واحمل ترابها اتركه ميراثا لابنائي. نعم ان شاء الله ان شاء الله. نحن في انتظار زيارتك واهلا وسهلا فيك، وبدي اشكرك انا اليوم على هاللقاء الحلو. تسلم يا ست الكل، تحياتي لك وتحياتي لاذاعتكم الجميلة وتحياتي لك حيث تقيمي وحيث تحيي وحيث تتنفسين هواء فلسطينيا نقيا. شكرا كثير لك. الكاتب الروائي والناقد المسرحي إبراهيم جد الله، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيكم. الله معك، باي باي. مع السلامة.